السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بصوا كده، كنا النهارده السوق بتاعنا يا حبايبي. جبت زي ما انتم شايفين. بصوا الهياكل دي يا حبايبي ماشي، والكوارع اللي انا جايباها بصوا هي نظيفه يا حبايب قلبي. بصوا حتى الراجل مقصقص ضوافرها وانا ما نضفتهاش والله. بصوا نضيفه فله ازاي، متقص وشايلها في الفريزر. الحبه دولت قاطعين يا حبايبي كلهم كده 70 جنيه. والله يا حبايبي زي ما بكلمكم كده ماشي يا حبايبي. وزي ما انتم شايفين كده مغسوله، دي بقى غسلتها بملح وسكر وليمون ونضفتها خليتها فل، اشيلها في الفريزر يا حبايبي نعملها في يوم. واللحمه المفرومه دي يا حبايبي جايبه نص كيلو زي ما انتم شايفين اهمت. ومعايا كده جبت برده ليا يا حبايب قلب ام ادهم. يلا كده. وجايبه طماطم الجميله اللي انتم شايفينها دي ال 2 كيلو ب5 جنيه. بصوا يا جمال، وغسلها برده زي ما انتم شايفين. والفلفله الجميله دي بصراحه يا حبايبي الحاجات كانت رخيصه النهارده في السوق. بصوا يا حبايبي الفلفل، بصوا الجمال، بصوا الجمال والله العظيم. جايبه الكيلو ونص. الكيلو ونص يا حبايبي ب10 جنيه. والبدنجان الجميل العروس الجميل ده برده جايبه الكيلو ب10 جنيه. والبطاطس ديت ال2 كيلو ب25 جنيه يا حبايبي، جبت 2 كيلو. والبصل بصوا الجمال، البصل يا حبايبي اللي جايبه ال2 كيلو ب20. والخيار ده يا حبايبي بصوا جايبه الكيلو ونص ب10. والفلفله اللي انتوا شايفينها دي ب15 جنيه. وجبت دولت ب5، بس حبه فلفل حلوين قلت لها اديني ب5 عشان انا واخده منها فلفله. والبصل دوت لقيت والدي برده جايب لي زي 2 كيلو بصل، ولا معرفش 3 كيلو بصل اهو حبايبي. برده والدي برده جايب بصل كتير. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي النهارده كان السوق بتاعنا، وزي ما انتم شايفين كده. ان كان الفيديو عجبكم بالله عليكم يا حبايبي اعملوا لي لايك كده وتشتركوا في القناه اهو يا حبايب قلبي. يلا يا حبايبي بقى كده متنسوش في اللايك. بصوا طبعا انا غاسله التلاجة ومنضفه. يلا بينا حبايبي. بصوا التلاجة بتاعتي بقى كنت انا غسلاها. انا بصوا يا حبايبي بصور لكم وانا بصوا انا عندي طماطم. عندي طماطم زي ما انتم شايفين، وعندي برده كان عندي بدنجان وكده زي ما انتم شايفين كده. وبرده والله بصوا يا حبايبي في الدرج تحت اهو بصوا عندي برده. بس يلا ايه، كل حاجه بتنفع في. يلا يا حبايبي بقى كل ده هشيله طبعا بصوا. والطماطم دي مسوينها هضربها في الخلاط، واللحمه بتاعتنا وحاجتنا زي ما انتم شايفين. ما بخبيش حاجه عنكم يا حبايبي، كله على الطبيعه. يلا يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللي مشتركش مع ادهم يشترك. واشكر كل متابعيني وحبايبي اللي انضموا في عيله ام ادهم. ربنا يخلي لكم اولادكم ويخليكم ليا يا حبايبي وما تحرمش منكم. وكل سنه وانتم طيبين، ومع السلامه يا حبايب قلب ام ادهم.